السلام عليكم. صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة الوصفة بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة ومعروفة لكل بيت مصري. النهاردة هنعمل الخشاف المصري على أصوله. احنا طبعا الخشاف عندنا الراعي الرسمي للعزومات، مهما كنتي عاملة صنف واتنين وتلاتة حلو لازم بنعمل الخشاف في العزومات وفي أول يوم رمضان ومكمل معانا بقى في باقي رمضان، لازم بيتعمل كل كام يوم. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وهقولك على كذا طريقة تقدري تعملي بيها. الاصل بتاعه ان احنا بنعمل البلح مع اللبن والزبيب، الاضافات التانية مستحدثة اللي هو التين المجفف والقراصية والمشمش. بس هو الاصل كده في الخشاف في البلح الناشف بتاع الخشاف، ليه بلح كده مخصوص، والزبيب. بس احنا مش بنحط الزبيب مع البلح، من لو هتعمليه قبلها بيوم، لو هتنقعيه قبلها بيوم مش بتحطي الزبيب والبلح مع بعض، بتحطي الزبيب لوحده والبلح لوحده، بتنقعيهم وبعدين بتضيفيهم على بعض وقت الاكل. على تاني يوم لو هتعمليه في نفس اليوم زي ما انا عملته كده، عملته الصبح وحطيت له ميه سخنه، فبتضيفي الزبيب عادي مع البلح، لكن ما تضيفيهوش لو بات تاني يوم مش بيتاكل لان فيه نسبه حرمانيه، عشان البلح والزبيب بيتخمر مع بعض. احنا كسرنا البلح وقطعته قطع صغيره، وقطعت كمان التين الشوكي والقراصية والمشمش، كل ده عملته قطع صغيره. وخلي بالك القراصية طبعا بيكون فيها بذر، فاحنا عملته كده كله على بعضه وحطيت الزبيب وضفت لهم ميه سخنه ومعلقتين سكر. لو مش حابه تضيفي سكر هيبقى مظبوط تمام، بس احنا عشان بنحب الحاجه مسكره فحطيت له معلقتين سكر. تقدري تحطي له بعد ما تعملي دول، تقدري تحطي له لبن، ممكن كمان بدل اللبن او الميه تحطي له قمر دي، تحطي له عصير مانجا، يعني النكهه اللي انت حباها. جربيه كده بكذا طريقه واللي ترتاحي لها فيه اعمليها. سهل جدا وبسيط ومفيهوش اي افتكاسه يعني. بنغطيه كده، وده كان خلاص على وقت الفطار كنت بغرف. وشوفي هو المية بتاعته كمان اللي متشربة كده في البلح، ومنزلة الفاكهة المجففة، منزلة كده الطعم بتاعها حلو قوي بصراحة. يلا اعملوه بالهنا والشفا. السلام عليكم.